بعد زيادة الأسعار يهمني جدا وأكيد يهم حضراتكم إن البوتاجاز اللي نشتريه يكون بنسبة كبيرة عيوبه أقل من مميزاته، لأن بصراحة مش هنشتري كل يوم. كل الأسئلة اللي بتوصلني من حضراتكم أكترها عن أفضل بوتاجاز من وجهة نظرك، رشح لنا بوتاجاز يكون كويس. فكان لازم أجيب لحضراتكم بوتاجاز اعتمادي من الدرجة الأولى، بوتاجاز متوفر ليه قطع غيار ما يتعبكمش مع الصيانة، بوتاجاز مع شركة قوية. كتير منكم يعرفوه هو بوتاجاز فريش هامر، لكن اللي انتم ما تعرفوش ان فريش هامر فيه منه العديد من الموديلات، وبصراحة ومن وجهة نظري ده افضل موديل وده اعلى موديل، اعلى فئة موجودة فيه وفيه كل الامكانيات وكل الاوبشن موجود فيه. ده موديل 6853، فمحتاج من حضراتكم تحفظوا معايا رقم الموديل. من الاخر كده ما تفكريش كتير وخليكي في المضمون، وكمان هنحكي لكم كل حاجة عنه بالتفصيل في الحلقة دي. هنقيم سطح البوتاجاز وهنقيم خامة البوتاجاز وهنقيم فرن البوتاجاز، وده هيساعدكم كتير في اختيار المنتج ان شاء الله. وكمان هقول لكم على سعره بعد زيادة الاسعار. لكن لو اول مرة بتشوفونا يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا نبدأ نحكي لكم كل حاجة عنه بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك، المكان الأفضل لصناعة المحتوى، بناء التأثير والعلامة التجارية باستخدام الفيديو. النهاردة إن شاء الله جايب لكم واحد من أهم البوتاجازات اللي موجودة في شركة فريش، أو بوتاجاز فريش هامر 5 شعلة ستانلس ستيل. الموديل ده تحديدا مصنف ضمن أفضل بوتاجاز مخصص للخدمة الشاقة. وهنبدأ دلوقتي بتقييم شعلات سطح البوتاجاز. أحد المميزات الهامة الموجودة في موديل 6853 هو وجود مكونات سبائك الإيطالية داخل الشعلات، وده بيدي عمر أطول للبوتاجاز. والشعلات دي فيها ميزة مهمة جدا وهي غرف مش مواسير. طب إيه الفرق بين الغرف والمواسير؟ فايدة الغرف إن لو في حاجة اتجمعت من بواقي طعام بيكون سهل في التنظيف، لكن المواسير بتاعت زمان لو اتجمعت بواقي طعام وحاجة اتعلقت داخل المواسير بيكون صعب جدا في التنظيف، وكمان بيأثر على جودة النار والشعلات. كمان البوتاجاز ده فيه ميزة الإشعال الذاتي والأمان الكامل. وإبرة الأمان الكامل إن لو في حاجة اتدلقت على النار مادة سايلة بيفصل الغاز ونار. وكمان بيكون مهم في وجود الأطفال، عشان لو في طفل دخل بيلعب في البوتاجاز في مفاتيح البوتاجاز تحديدا بيفصل الغاز أوتوماتيكيا. فكان لازم نقول الكلام ده لأن دي من المميزات الهامة اللي موجودة في بوتاجاز 6853. ونصيحة مني لحضراتكم لو بتشتروا أي بوتاجاز بخلاف الموديل 6853، وده اللي ذكرته في الحلقات اللي فاتت قبل كده، إن مهم جدا أتأكد من وجود علامة سبائك الإيطالية أيا كان وضعها، إن كان التقفيل المصري أو التقفيل الإيطالي مش هيكون فيه فرق يذكر، لكن الفرق بس بيكون فيه ارتفاع السعر، وده بيكون محدد إن كان البوتاجاز بالكامل إيطالي أو البوتاجاز بالكامل إيطالي تجميع مصري. ما زلت في سطح البوتاجاز ولازم نتأكد مع بعض من وجود علامة سبائك الإيطالية في ال5 شعلات، ودي من الحاجات الهامة جدا. عشان نتأكد من خامة البوتاجاز اللي احنا بنشتريه لازم نضغط على سطح البوتاجاز ضغطة متوسطة، فهتشوف ان الصاج ينزل معاك ولا مش هينزل معاك. طبعا ده ستيل مقاوم ضد الصدى، والبوتاجاز ده مش بينزل معاك، فده معناه ان خامة البوتاجاز ده كويسة جدا. أفضل أنواع الحوامل اللي بتكون موجودة في سطح البوتاجاز هي الحوامل الزهر، والنوع الزهر بيعطي ثبات للأواني فوق سطح البوتاجاز، وجودته بتكون كويسة وتقيل، لكن مشكلته صعب شوية في التنظيف، لو وقع على الأرض بيتكسر، لكن مميزاته كتير جدا. طبعا لو بصينا مع بعض لوحة التحكم، واجهة البوتاجاز الخاص بالموديل 6853 من الزجاج، لكن مفيش قلق منه لأن في مروحة تبريد، ودي أحد المميزات الهامة اللي موجودة في الموديل ده تحديدا. كمان المفاتيح اللي موجودة مصنوعة من المعدن. طب المعدن دي هل هتسخن في ايدينا أو هيحصل منها مشكلة بعد كده؟ لا طبعا، لان في مروحة تبريد وعزل جيد للفرن اللي هنتعرف عليه بعد شوية واحنا بنقيم الفرن مع بعض. لكن هنا في ميزة مهمة كمان وهتعجب ناس كتير، ان في مفتاح للفرن منفصل ومفتاح للشواية منفصل عن بعضه. لكن مهم جدا تحفظوا معايا موديل 6853، بجد هتحتاجوه وانتوا بتشتروا بوتاجاز، لانه احد الموديلات الهامة جدا في فريش. موديل فريش الهامر 6853 الميزه بتاعته ان الواجهه زجاج سهل في التنظيف، السطح من الستيل مقاوم ضد الصدى، المفاتيح من المعدن، في مفتاح للفرن ومفتاح للشوايه منفصلين، والشاشه الديجيتال للتحكم الخارجي. طبعا اللي في ايديا دي كده انا بفتح الفرن دلوقتي عشان اقيمه، وبصيت على الفتحات اللي موجوده فلقيت مروحه التبريد اللي موجوده اسفل ال5 شعلات عشان خاطر
تبرد السطح، وكمان فيها عزل قوي موجود داخل الفرن، ومساحة الفرن ما شاء الله واسعة. فدي من الحاجات كمان المميزة اللي موجودة، زائد الدعامات اللي موجودة اللي بتسند الحوامل عليها بتاعة الفرن. فدي من ضمن المميزات اللي موجودة داخل فرن بوتاجاز فريش هامر 6853. طبعا مزود بمروحة توزيع حرارة داخل الفرن، زائد سيرموستات للتحكم في درجات الحرارة. وعايز اقول لكم ان الضمان 5 سنوات شامل على اجزاء البوتاجاز داخليا وخارجيا، وبعد انتهاء فترة الضمان ففي عمر افتراضي 5 سنوات كمان اضافية من شركة فريش عن طريق الخط الساخن 19059. ومن ضمن الملحقات اللي موجودة امكانية ضبط ارتفاع وانخفاض البوتاجاز. طبعا في حاجة كويسة في قاع الفرن ان هو بيكون سهل في التنظيف، لان بنقدر نشيلها بسهولة لو وقعت حاجة اسفل القاع بتاع الفرن البوتاجاز، فبيكون سهل في التنظيف. وكمان الباب هيدروليك، ومن الاجناب طبعا بيكون مدعم بالمادة من الستيل مقاوم ضد الصدأ. فدي برضو من ضمن المميزات اللي موجودة. ويا جماعة عايز اقول لكم ان الستيل المقاوم ضد الصدأ هنا هو من الستيل المطفي، فدرجة كثافة الستيل هنا بتكون عالية شوية. كمان في الظهر البوتاجاز فيه مناورة جيدة. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان لو في ماسورة الغاز نازلة ناحية اليمين او ناحية الشمال فمش هتكون في مشكلة تواجهكم ولا حاجة، لان هيكون في سهل في التركيب. بالنسبة لتركيب البوتاجاز في حاجة مهمة لازم اوضحها لحضراتكم. لو هتوصلوا على الغاز المسال اللي هو غاز الانبوبة فهي جاهزة الفواني اللي موجودة مع البوتاجاز، لكن لو هتحولوا من الغاز المسال غاز الانبوبة للغاز الطبيعي فبتكلموا شركة الغاز عشان خاطر يجي الفني يوسع الفواني، او لو بتكون من ضمن الملحقات الفواني الإضافية بتاعة الغاز الطبيعي فبيتم التغيير. سعر البوتاجاز في الوقت الحالي 11700. ده كان ريفيو عن بوتاجاز فريش هامر، أحد أفضل الموديلات اللي موجودة داخل شركة فريش. أتمنى يكون الريفيو عجبكم. لو حسيتوا إن الفيديو ده ممكن يفيد حد غيركم ياريت تشاركوا الفيديو. ما تنسوناش باللايك للفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.